المجتمع الدولي لن يستعيد الدولة اليمنية إذا لم يقرر أبناؤها باستعادتها، فهم ليسوا وكلاءنا. كما أن التحالف العربي الذي جاءنا ب14 جيش جاء أيضا له حساباته، وليست وظيفته أن يعمل كعمال نظافة ينظف الطريق أمام الشرعية لتأتي مظفرة وتحكم اليمن من جديد. أنا تقديري أنه لم يعد أمامنا إلا أن نتعلق بأي قشة، لأننا جميعا عاجزون عن تحقيق النصر، لا النصر بالسلاح ولا النصر بالسياسة. يا سادة، 1 و8 أشهر ولم نهزم جماعة منبوذة في الداخل ومرفوضة في الخارج. ماذا لو كانت جيوش هولاكو؟ يا سيدي، أولا عندما يتحدث أخي الكريم من القاهرة ويقول هذه من البدايات، يا أخي الكريم، نحن الآن لا نتحدث في غرف مغلقة أنا وإياك، نحن نتحدث أمام المتابعين لقناة سكاي نيوز وأمام الشارع اليمني، أمام الرأي العام. ولذلك يجب أن نقول لهم ونؤكد أن دول التحالف واجهت خيانات وواجهت ضغوط دولية. أنا لا أشرح لك في القاهرة، أنا أشرح للرأي العام. النقطة الأخرى، ليس 14 جيش، هو 12 جيش، ما أدري من أين أتيت بدولتين أضيفت. النقطة الثالثة، إذا كنت أنت عاجزا فنحن في دول التحالف الشرعية اليمنية ليست بعاجزة، سنستعيد اليمن وسنستعيد صنعاء ونستعيدها برجالها المخلصون. ولذلك كنت أتمنى أن ينظر إلى مثال تاريخي يتحدث عن 12 دولة ويتحدث عن هولاك، ولكنه أسقط أمثلة تاريخية في غير مكانها. وأنا الآن أورد مثال تاريخي أوردته سابقا، أورده اللواء أحمد عسير المتحدث في مثال تاريخي مشابه. 28 دولة تشارك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة طالبان في أفغانستان خلال 13 عاما، وبعد 13 عاما الولايات المتحدة وحكومة طالبان تسيطر فقط على كابول. ونحن نتحدث عن 12 دولة بقيادة دولة إقليمية ليست مصنعة للسلاح وليست دولة نووية، ولكنها دولة صادقة مع نفسها ومع الجوار، أتت مع دول التحالف ودول الخليج وحررت 90% من الأراضي، وعادت الحكومة إلى عدن والرئيس إلى عدن، ونقلت البنك المركزي. ثم يأتي الأخ في القاهرة ويقلل من هذه الإنجازات. هذا تضليل إعلامي غير مقبول. كنت أتمنى أن أسمع، لو كان حوثيا لقبلت ذلك منه، ولكن أن يكون يتحدث وكأنه محايد أو كأنه يمثل ويدافع عن الشعب اليمني. يا سيدي، نحن أتينا للدفاع عن الشعب اليمني، والكثير يقول نعم أن اليمن مقبرة الغزاة، والغزاة ليس الجيش الوطني اليمني الذي موجود في مأرب، ليسوا غزاة. الشعب اليمني ليسوا غزاة، الشعب اليمني هو من يريد استعادة دولته، ونحن نساعده في ذلك. ولذلك استخدام هذا التضليل الإعلامي الغير موفق، أنا أقول أنه غير مقبول على الإطلاق. ما أنجز ليس بقليل، وسنستعيد صنعاء. وتأكد يا أخي الذي في القاهرة، ما أدري إذا كان اسمه عارف، أننا سنستعيد بصنعاء ولكن برجال ليسوا أمثالك. طيب.